السلام عليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل ألذ واحلى سلطه كول سلو بتاعه كنتاكي وبتاعه المطاعم، وهقول لك ازاي تعمليها في البيت بدل ما تجيبيها من بره، وباحلى كمان وبنفس نكهه السلطه كنتاكي بالظبط بالظبط، ما فيش اي فرق. ويلا نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا هنا فرمت الكول سلو بالسكينه، فرمته شرايح طوليه كده ونعمته قوي، وهعمل منه كميه كبيره. فرمت كميه كبيره من الكرنب، فرمته كويس قوي شرايح طوليه كده ماشي. وعندي هنا كميه كبيره من الكرنب، قصادها جزرايه صغيره، فلا بس الجزرايه انا هعملها بالمبشره اهو. الجزر انا بشرته وهضيفه على الكرنب بتاع السلطه. هنعمل بقى الدريسنج بتاعتها، هعمل بقى الدريسنج بتاعها. انا هنا عشان انا عامله كميه من السلطه كبيره جدا، فهعمل ايه دريسنج كتير. فانت لو عامله حبه سلطه صغيرين لا مفيش داعي ان انت تعملي كميه الدريسنج دي. عندي هنا 3 كوبايات من الزبادي، 3 معالق كبار مايونيز، وعندي هنا عصره ليمون على معلقه من الخل، 3 معالق سكر كبار، رشه ملح ورشه فلفل. هجمع الحاجات دي كلها. بعد ما جمعت المكونات وعملت الدريسنج ماشي، هحطه بقى على سلطه الكول سلو اهي. ده قوامها. هنزل بنص كوبايه من اللبن عليها عشان احنا بنحب قوامها بيكون خفيف شويه، ما تبقاش قوام ناشف. وهقلب تاني. عموما الكول سلو بتبقى احلى كل ما اتنقعت في الصوص بتاعها وقت اطول، يعني يا ريت تعمليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة، تحطيها في علبه من بالليل للصبح. تمام. بعد كده غرفناها اهي. كل ما بتقعد في التتبيله كل ما بتبقى اطرى واحلى، وبألف هنا وشفا.